أبو الغوالي، رجعنا بفيلم قوي جدا فخم لجاكشان من جاكشان من بعيد. بتبلش قصتنا يا إخوان. هذا الحج أبو كرش اللي كليته واصل للذنة، اللي بقول لك معلم إنهم هم كانوا عيلة زعران وداوين، بيجي عليه حفيد وقاعد بيشرح له، بقول له عمك بكون قاعد بيسهر وأموره طيبة في القارب، بيجي بده يغرق، عيلة جاكشان بنقذوه، إحنا بندرب جاكيشان وبصير لعيب كونغ فو. عشان نلاقي إخوان جاكشان فاتح مدرسة وقاعد بلم مصاري، بدرب وبلم مصاري، الشباب كلها قاعدة بتتدرب. المشكلة في هذول إخوان إنه في واحد اسمه أسعد بتدرب لحاله، هذا فخم وزلمة معدي الناس اللي معه. امه ما بدها اياه يتدرب، ليش؟ لانه اخوه مات. تيجي على المدرسة بدها تشوفه انه هو قاعد ولا مش قاعد، بوصل الحكي لأسعد بضب حاله، والبنت بتحاول تأخر الامي، بقولها وليه انت كلك 2 سنتي روحي من وجهي. بيجي جاكشان بتقول له اسمع، انا ابني الصغير مات من ورا القصص هاي، وانا ما بديش اخسر ابني الثاني، انا اسمع من الاخر، اجتني فيزا على امريكا، بدي اطلع اسافر، بدي اشتغل رقاصه، ان شاء الله اشتغل رقاصه، المهم بدي اشتغل، بدي اخذ ابني واقدر اطلع. هيني بقول لك. بيجي يقول لها بديش اترك، انا بدي اكمل، بتقول له لا مش على كيفك ولد، امشي يلا امشي معي، بفقع وجهك، بخلي بدرب امشي. بالفعل معلم بخدوه، بتطلع وين؟ على نيويورك، امورها طيبه في امريكا. بتقول له شو الوضع؟ قال لها يا حج بده رضع، شو مالك؟ اما لسه اليوم واصلين. الوضع بيخزي، بدي انزل اكل لي شغله، انا جوعان، طلع وزني 30 كيلو من وراكي وانا من كتر التفكير. بنزل يدور اقرب مكان عليه محل بيتزا، بدخل بكبوا زنختهم عليه، بيقولوا له ايش معلم متر وربع جاي تاكل بيتزا؟ صاحب المحل بكون زنخ، بس بنته شوي لطيفه، بتقول له يابا شوي، بقولها بتقول له يعني انه يعني بمزح، احكي لي شو طلباتك يا غالي. بضربوا صحبة هيك، بحس انه في تفاهم خفيف بينهم. هي بتحب الصيني شوي، يعني عينيه صغيرة وهيك. ثاني يوم على المدرسة معلم بيحمل حاله وبطير على المدرسة، بتستقبله المديرة ولا المعلمة، المهم بتقول له معلم احنا هون ما فيش عنا مزح، تفكرش حالك بالصين، احنا هون ندرس وبس. الوضع بيكون سيء معلم، لانه ايش؟ لانه الانجليزي مش يعني، هو بيحكي انجليزي بس على الخفيف، بطرطش زينا، بنفهم بس ما بنعرف نحكي. عشان هو مروح يلاقي مين؟ يلاقي ايش اسمك انت؟ سعدية. سعدية بتقول له شو بدك تساعدني؟ بقول له انا وقتي فاضي وهيك. اسمعي بتحبني نتمشى؟ بتقول له تعال اعرفك على المدينه يا فخم. وبالفعل بتاخذوا بلشوا يقزروا، بتبلش تعرفوا، وهم ماشيين بيلاقوا ايش معلم؟ زي نادي للكاراتيه. بكيف. بقول لها انا عندي هوايه خفيفه، ما بقول لها انه زلمه فخم في القصص هاي، بتقول له ابعد عن هدول الناس لانه ابوي متمشكل معهم. هذا بيكون مداين ابوها، صاحب النادي مداين ابوها مصاري وابوها مش سددها. بقول لها احكي لابوك يسد المصاري. وبدخل بيحكي لهذا الزنخ ابو شعرات انه زلمتك قاعده بتطير يا غالي، روح شوفها مع مين ماشيه، مع صيني، قاعدين وامورهم طيبه. شو بدك بالطويله؟ بدخلوا على محل ما بترضى تنزل من المصاري، لما يحكي صيني بنزلها نص السعر. هيك الصينيين اللغه عندهم مقدسه. بتقولوا كيف عملت هيك؟ بقول لها احنا الصينيين هيك يعني توتو على كبوتهم، خلاص نزل. المهم انت مش اخذت لي خصم، ايش مال اهلك، مشي الدنيا. بتقول له ماشي. وبالفعل معلم كل شوي على شوي قاعده بتعجب فيهم، بس صحبه، وهي قاعده بتعرفوا على المدينه والامور تمام. الدراجه بتعطل، بتبنشر، مش عارف الموتور بكشنت. المهم بتقول له صلحه، مش انت صيني؟ بقول له صيني ايش، يلا على القطار. هم راكبين بالمترو، بيجي الزنخ ابو ايش، ابو شعرات، بقول له على العافيه. بقول له اسمع لا تقرب عشان ما افقع وجهك، هذا صاحبي صديقي. بقول له والله ما شاء الله عينيك صغار، ليش هيك بيحكيني؟ اسم الله عليه الحلو ابو شعرات، شبه جيت لي. انت شبه بروسلي، بابا بروسلي. بكب زناخته عليه معلم، وهو طالع بشمطه، بمكج عينه على الخفيف، بعطيه شويه ايلاينر مع شويه كونسيلر من تحت، بزبط له الدنيا. ابوها للبنت بيقول له عشان امك ما تكشفك تعال اكمل لك المكياج، بزبطه هيك، بيرسم له بيت وقارب على ذانه ودينيه وعينيه عشان تزبط الامور. وهو نايم بصحى بلاقي امه فوقه، بتقول له اسمع احنا مجين هون نتطاوش ولا نعمل مشاكل، بكفي اخوك اللي مات. هي اخوي اللي مات، ايش مالك؟ قوم على مدرستك، خلص تقعدش تتفلسف. بيحمل حاله وبروح على المدرسه، لانه بيكون الوضع سيء يا اخوان من ناحيه الدراسه. الولد متراجع، الولد تفكيره باشياء تانية. وحتى المدرس تبعه بقول له غالي، هذا لا يعني انك انضربت امبارح انك ما تدرس. المشكله يا اخوان انه اخوه بكون مأثر عليه، وموت اخوه الاقرب صاحب له واللي كان يدربه واللي كان اقوى منه مأثر عليه. كيف فقده مره واحده؟ يعني برضه الاخ والد، الخال خالد، ما ايش بيحكوها مثل الواحد بتعيط بقول اخ. المهم نازل من المدرسه الامور طيبه، برد بكب زناخته عليه مين؟ ابو شعرات. ولك انت زنخ يا الله مزقع وجهك. بقول معلم انا بطل الخمس حارات، كيف حاره الضبع وهيك. هو مسيطر، بيحاول يضربه بس ما بيستخدم كل قوته، بس هذاك بكون جامد برضه الرزل. بقول له انا بدي اعطيك الضربه الصاعقه تاعت اخوي. بده يضربه، بشمطه على صدره، بوقع القفص الصدري والقلب بروح شوي على الشمال. فبقرر يشترك في البطوله تاعت الخمس حارات. وهو مروع معلم بقول لك يلا بنروح نصلح الدراجه لسعديه. بيطلع ابوها بقول له شو يا غالي بتظبطها عن طريق الدراجه؟ ولك انت قديم، هذا الجيل قديم، ولك زبط الدنيا اكثر من هيك. الا هجمين مين عليه ابو الغوالي؟ جماعه تبع الكراتي اللي بده منه مصاري. ما بقول لك اذا بدكش تدفع بدك تنضرب. مين بيضطر يتدخل؟ بتدخل معلم اسعد، بفقع وجوههم وبيطلع الجد، ما هو برضه حماية غالي
حماه هذا ابو البنت بفقع وجوههم 600 حركه اخوان، وبطير وبتشقلب بضربهم كلهم. بكون بصدمه ابوها، بقول له معلم شو المفروض انت انا اللي احميك. بقول له ما عليك معلم، بقول له عشان تكون عارف انا بطل ملاكمه زمان والدنيا جرت علي، وانا ما بدي تركت الدنيا كلها عشان بنتي وعشان اربيها، وهذا صاحب النادي بده مني مصاري، شو رايك تدربني ارجع العب شويه كونغ فو مع الكاراتيه بتزبط الدنيا. بقول له لا انا بدربش حدا. وبيجي على امه بقول له بدنا نروح هسه نطلب كم من امنيه، عندهم يا زلمه شغلات غريبه ما بتعرفها. ما علينا. اسعد برن على مين، على جاكشان، بقول له معلم في واحد بده اياني ادربه كونغ فو، ادربه. بقول له هو بحاجه الموضوع، بقول له في مصاري، بقول له مش عارف. قال له اسمع اذا في مصاري ادعس اي شيء، العمله بتحكي. بقول له ماشي. شو بدك بالطويله؟ اسعد بيرجع لابوها بقول له معلم جاهز، يلا بدي ادربك شويه كونغ فو. بقول له حركاتك بطيئه وضعيف وقزم واهبل، ايش مالك تعال ادربك. وقاعد بدرب فيه، بتدخل مين سعديه بتقول له انت رجعت، انا ما صدقت على الله نخلص من هالقصه، انت رجعت. بقول لها لا لا على الخفيف. بتقول له بلا خفيف، وانت الثاني انا مصاحبيتك عشان تيجي تدرب ابوي، ابعد عن القصص هاي كلها، انا ما صدقت تخلص من الموضوع، والمصاري احنا بدنا نرجع لهم. بقولها ماشي ما عليك. ومع هيك معلم اسعد بكون يدربه عن طريق البيتزا والشغل اللي بيشتغلوا، يعني هم الصينيين بيحبوا هاي الشغله، انه انا بدربك الكونغ فو عن طريق الاشي اللي انت بتعمله، يعني بترش كاتشب بطريقه معينه، المايونيز بتدفش الملح للزبون، هيك يعني القصص العبيطه هاي بعرفش كيف تزبط معهم، المهم تزبط. قاعد بدرب فيه عشان يلاقي امه حاطه صوره اخوه بخف عقله، بروح يتدرب بجنان وبعبط. بيجي بقول له مالك، بقول له ولا إشي، بس تذكرت اخوي لانه انا سبب في القصه. بقول له شو القصه؟ بقول له مروحين اخوي ماخذ بطوله، الزعران اللي فاز عليهم بوجم عليه، بقولوا له معلم انت بتاخذ البطوله خاو دوي، بدنا نشلق وجهك. بكون واحد رزل بروح بطعنه وما بيقدر ينقذه قدام عينيه، وهذا اللي مأثر على اسعد بطريقه خرافيه. بقول له انا لغايه الان انا قاعد مش قاعد مخي مش معي غالي. شو بدك بالطويل معلم؟ الاستاذ تبعه بقول له ايش وضعك انت وسعديه؟ بقول له لا احنا بس صحبه ما فيش حب. عشان ثاني يوم اسعد معلم هو قاعد في السوق بلاقي الزنخ واقف مع مين؟ مع سعديه، بخف عقله وبغار وبطقع لها، بصير تحكي معه بطقع لها ولا بتفرق معه، ولك انت بعتيني ببيع 10 زيك يا غالي. المهم بتقول له على فكره انا كنت واقفه معه عشان قلت له ابعد عني عشان انا في بالي حدا ثاني، انا بحبك انت، اي نعم عينيك صغار وذنيك كبار وصيني وشعرك ما ناعم كثير، بس خلص بحبك بكيف. عشان تاني يوم معلم بكون مباراة حماه بعد ما دربوا فترة من الزمن على الكونغ فو. حماه يا اخوان بتشلفط فعليا. بقول له معلم مالك اجمد، في كم من حركة علمتك اياهم صحصح. بالفعل معلم بقوم بخبط على الخصم شوي، بس لما يشوف الوضع الخصم انه راح يخسر بيجي من بعيد معلم بعطيه هيك اشارة انه بلش تحت الحزام، بشمطه كم من ضربة، بكون الحكم خلص بطل يتدخل، بعدين بشمطه ضربة بوقعه بغمى عليه وطيران وين معلم؟ على المستشفى. هون اسعد بخف عقله وبتذكر منظر اخوه، وبتيجي عليه امه بتقول له انا ما راح احاسبك هسه، اهم شيء نطمن على الزلمه، بعدين حسابك بعدين ابو كونفو، بدك تاكل راس انت بدك تقتل العالم. هون بدخل بصدمه واكتئاب وبخف عقله، وحتى لما جاك عشان يرن عليه ببطل يرد عليه. وهو مروح يوم من الايام وقاعد بتطلع على تاعة الكاراتيه هاي البطولة اللي خلص ما بده يشترك فيها، مروع على البيت بلاقي فيه حرامي في البيت. الحرامي يا اخوان متدرب 20 مرة كونغ فو، ما بيخلوا قلاية بيض الا بشمطوا بعض في قلاية بندورة، عشان اول ما يضوي الضوء يكون مين؟ يكون جاكشان. بقول له انت هذا بتردش علي ولا انا برن عليك بتردش علي؟ طب واتساب ماسنجر اي شيء. وهون الاماي بتكوني عارفه اذا كان اجى هذا جاكشان هون معناته في مصيبه. بتقول له شو جابك؟ بقول لها اسمعي ابنك ماكل هواء، تعال اول شيء نزور حماك عشان نظبط الدنيا. وبحكي لحماه بقول له احنا جايين هون عشان بنتك مش عشانك، لا تفكر. بقول له اسمع انا معلم بدي ابيع المطعم وابيع السياره واسافر. بقول له لا ما في سفر، وين بدك تترك المدينه؟ ولك احنا ما صدقنا لقينا سعديه، مالك يا غالي. جاكيشان بمسك اسعد بقول له معك يومين تلاقي مكان راح اضربك عليه، وبدك ايش معلم؟ تشترك في البطوله وتاخذ $50,000 تاعت بدك تفوز خاوه. وجاكشان بروح وضل طاير على العيله اللي انقذ عمهم بالزمانات اللي شفناهم اول الفيلم، هذا الولد الصغير. بقول له معلم شوف عمك الكبير قال لي اذا بدك اشي اي اشي من حفيدي بتيجي علي. بقول له طيب. بقول له بدي اياك تدرب معي هالشاب، انت بطل ملاكمه وانا بطل كونغ فو بدنا ندربه. بقول له معلش والله انا الجدول عندي فل، هسه امتحانات توجيهي وهيك. بقول له بستناك يا فخم، يعني خلص على موعدنا تمام. وصاحبنا استاذه بلاقي له مكان للتدريب اشي مرتب هيك، شويه زرع يعني اذا بده يريح بده شوي يقطف تين يعني قاعد. وجاكي شان معلم ما خلص ما فيش عنده ولا ثاني يضيعها، بيرجع كل الذكريات تاعت درانكن ماستر تاعت معلم السكير، بدربه تدريبات قاسية، يعني أسعد بفلت حرف الهمزة منه والسين بتوقع والعين بتضلها معلقة، ما بيخلي مكان إلا يعني بس يعني هيك شوي على الخفيف. بقوله تعال كلك شوي أكلت أمورك طيبة يلا تعال ارجع احرق اللي أكلته، ما بيخلي له مجال إلا بدربه. أسعد
بجاكي شان مش قادر، عشان يلاقي كمان بطل الملاكمة عنده بقول له خلاص صار عندك اثنين. وهون أسعد بخف عقله بقول له هذا بده تدريب كثير، بقول له أنا عارف، بقول له يلا عليه، بقول يا حبيبي وأنا واحد مش خلصان بدكم اثنين تدربوني. أكلنا هوا. بس المشكلة وين؟ إنه الزنخ أبو شعرات بكون بتدرب والمدرب تبعه صارم وبقول له جهز لي حالك. وكمان هذا عنده اثنين أبطال، بيجي بقول له شو الوضع مع سعدية؟ بقول له والله سعدية بتردش عليه. بقول له اسمع عندي اقتراح قديم سبعيناتي، اطلب بيتزا من المحل وخليه هي توصل، ولما توصل اقعد وصرحها عادي قول لها. وبالفعل اول ما توصل بتلاقي بقول لها اسمعي انا داخل البطولة هاي عشان اخذ المصاري واسد ديون ابوكي، ما في تترك المدينة، انا ما بقدر اعيش من دونك في المدينة، انا بحبك يا بت. وبيحكي معها هيك كم من كلمة هيك رومانسيكتيكية، بيحكوا مع بعض. المهم يوم بتبلش ايش البطولة. البطولة يا اخوان عبارة عن اما 8 نقاط بتلمهم من الخصم او ضربة قاضية على الحنجرة. بتبلش اول بطولة اول جولة مع واحد على الخفيف، بس صاحبنا بكون مرتب، بوكل اول هواية وبوكل ثاني هواية، بس برد بشمطه كي او بوقعه على وجهه. شو بدك بالطويل بيرجع بلاقي جاكي شان والمدرب تبع الملاكم بتقاتل، وهذا لا الكونغ فو احسن تبع الملاكم احسن. بقول طب شو رايك تدربوني احسن انت وياه، بلاش اوقع وجهكم. ومن ناحيتين يا ابو الغوالي الرزل ابو شعرات قاعد بفوز، ومن ناحيه ثانيه برضه اسعد قاعد بفوز. ما هو اسعد مش هين، اي نعم الهمزه عليها حرف، الحرف عليه همزه، بس برضه اسعد منيح، لا بيعجبك، ما هو بتدرب على اثنين. هون معلم لما يكونوا واقفين ويشوفوا اسعد بالقوه هاي بيقرروا يتدخلوا ويدخلوا يضربوه. بس على مين يلي بترقص عبال مين يلي بترقص بالعتنه؟ ولك جاكي شان معه ومعه تبع الملاكمه، ولك احنا اللي عملنا المانجا بيبسي، احنا المانجا عملناها بيبسي، ايش مال اهلك يا زلمه؟ وقفوهم عند حدهم وبقول له يلا غليها انت وياه ولا، عشان نوصل للايش معلم للمعركه النهائيه وضايل لها اسبوع. بيجي جاك شان لما بقول له بدل ما انت رايحه بوتيكير ومنكير ونازله شغاله عرموشك، تعالي ساندي ابنك شوي. ابنك قاعد بتكسر وجهه من المدرب تبع الملاكمه. وبالفعل يا اخوان اسعد وقع، العين علقت من اسمه صار اسد، صار الدال صارت تفلت، صارت حرف ار من كثر ما خبطوا على خلقته، لحد ما يعمل حركه اخوه اللي مات ويقول له اوه هاي حلوه، بقول لهم بس لا ما راح تزبط، هاي سويت له اياها والحجاب الحاجز علق في القلب. قال له اسمع احنا بدنا نعملها بس مش من فوق، بنجيب له اياها من تحت من عند العضلات الاماميه الخلفيه، كيف ما بتعرفش. اول مره بشمط بوقع عنده النخاع الشوكي ما بتزبط، بيجي جاك شان بيمسكه وبقول له اسمع معلم بدك تشد حيلك وتظبطها. وبالفعل مره ثانيه وبطلعوه على بسكليت يطلع طلعه. الحالب يا اخوان الحالب هون بضرب في الكليه من كثر ما هو بشد حاله، هلكوا للزلمه 3 كيلو صار وزنه، ما وابو شعرات نازل بتدرب ولا هامه. ونازلين كل واحد بتدرب من جهة، لأنه الوضع يعني 50,000 دولار حلوة، يعني بتشتري بيت وسيارة وبطقع لحماك خلص بطقع له، وبالآخر بتزبط معه عشان نيجي للمباراة النهائية. شو بدك بالطويلة أسعد قاعد بتجهز عشان يلاقي مين أمه السند الأول، بتقول له أنا تخليت عن المناكير عشانك، تحضنه بتقول له يلا جاهز يا بيبي اطلع على الحلبة وفرجينا النشاطات. وهدول بشمطوا معلم الإشارة تاعت الكونغ فو والملاكمة العيلتين، يعني إنه إحنا في الاتحاد قوة. المهم بيطلع على الحلبة بكون شاد حاله والأمور طيبة، وأبو شعرات الرزل بكون برضو جاهز. يا إخوان أسعد بتدبك على خلقته أول 3 ثواني ولا أكنهم دربوه، بتنط المهاي بتصير 4 ولا 5 نقاط إله ب4-5 ثواني. بس بصحى وبقول له معلم ما هو أنا بدي ضلني أنضرب ما بزبطش، أنا قربت أخسر المباراة، هدول الناس كلهم معتمدين علي، سعدية زلمتي إيش مالك يا زلمة؟ بيصحصح هيك وببلش معلم هذا ياخذ منه نقطة وهذا ياخذ منه نقطة وهذا ياخذ منه نقطة وهذا ياخذ منه نقطة. برضو الرزل أبو شعرات مش هين، بشمط واحدة RKO على مخه من ورا بوقعه بغمى عليه. وهون معلم أسعد بخف عقله بتذكر منظر أخوه هو اللي قاعد بيقوم فيه، هاي الطاقة اللي بعطيها أسعد لجسمه من جوا بتخليه يرجع يصحصح بعد ما تصير النتيجة 7-7، وبقرر يعمل الحركة اللي كان بتدرب عليها عند القطار، وبيطلع فوق بفكرها تحتية، بنزل من تحت بشمطه على رجليه بوقعه راسه بتجعلك بصير زي المخيط وعلى الأرض. 8-7 أسعد فاز 50,000 دولار، طبعا راح يطقع لحماه. بيجي الزنخ كمان مرة بده يضربه، بيجي بقلبه على وجهه بقول له أنا مش راح أضربك، إحنا أخلاق الصينيين ما بنتعامل هيك. بيرفع إيده فاز والأمور طيبة، وجاك شان بنبسط 50,000. هاي كل القصة بطقوا لحماه؟ لا ما بطقع لحماه. بعد ما يفوز أسعد بزبط له المطعم وبتصير بيتزا عافق معلم، انسى سلامي وبابروني ومش بابروني وبالخضار، وجاك شان نازل سلخ ولك الفات النصاحة الدهون، وببعتوا بيتزا مين تبع الملاكمة وهدية صغيرة. صاحبه تبع الملاكمة بقول اسمع شو رأيك نفتح محل بيتزا وفكك من الملاكمة ووجعة الراس؟ بقول له محل بيتزا؟ ولا روح الله يخرب بيته اللي صبغ لك شعرك. وبس والله.